بعد ما تركهم أبوهم مثل ما انتهت الحلقة الثانية، اليوم راح نكمل وياكم قصة حمدية. ومثل ما وعدتكم حضر نفسك، البس سماعاتك وركز وياي. الحلقة اليوم غير شكل وبيها أحداث تخليك قاعد على نار. أول شي أريد منكم أكبر عدد لايك لهذا الفيديو، ودعمكم هو اللي يخلينا نكمل ملخص مسلسل حمدية أول بأول. بعد ما سلمهم أبوهم لخالهم وتركهم وراح، خالهم يفوتهم للبيت ويرحب بيهم ويقول لهم هلا هلا بيكم، نورتوا البيت. وهنا تظهر الشخصية الجديدة اللي هي فريدة، هي مرت خالهم اللي شكلها يرد الروح مو مثل ذيك السندس الحية. وهنا الخال يعرف جهال اخته لمرته، ومرته ترحب بيهم بكل حب وتقول لهم اهلا وسهلا بيكم، ويقول لها سوي لهم عشاء، هسه هم جوعانين يردون ياكلون وتعبانين. وترد عليه وتقول له بعيوني. وهنا الخال يقول لزوجته فريدة شنو سويتي لهم عشاء، وتقول له كل شيء سويت، بوتيته وباذنجان وطماطه وخير من الله. ويقولها عاش تيدك. تساله تقول له هذا ابوهم وين راح وعافهم، فيقولها ابوهم ذبهم وراح، مبين ما يريدهم، مدري مرته ما تريدهم. وتقول له هذا ما يستحي، اكو واحد يذب خلفته ويروح. ويقولها شوفيهم شلون مكسورين الخاطر. وبعدها الخال يقول لها قومي خليه يسبحون وبعدين يتعشون. وترد عليه تقول له لا شنو اسبحهم بهالليل، غير يستبردون ويتمرضون. وتقول له باكر انا اسبحهم واشتري لهم ملابس. ويقولها عفي عليك فريدة، بلكت على عينهم والله يرزقنا بجهاد. وهنا الخال يقول لهم هسه خالتكم تجيب الغداء، ويحاول يلطف الجو ويخليهم يتأقلمون ويا الوضع. ويوم ثاني صحت حمدية وتقول لخالتها صباح الخير، وترد عليها بصباح النور وتقول لها نمتي زين، تقول لها الحمد لله، وتقول لها خالتها قعدي. وهنا فريدة تقول الحمدية قاعدة اخوك خلي ننزل نتريق وبعدها نروح نشتري ملابس جديدة ونتونس بالسوق. وهنا حمدية تونست وطارت من الفرح وراحت تقعد كريم وتقول له كريم قوم اقعد راح نشتري ملابس جديدة. وهنا حمدية وكريم ومرت خالهم يروحون يشترون ملابس، وحمدية عايشة الفرحة اللي انحرمت منها من وفاة امها. وخالتهم مرت خالهم جبرت بخاطرهم، والله يجبر كل شخص يجبر خاطر كل يتيم. وهنا مرت الخال سبحت كريم، ومن بعدها قعدت تمشط الحمدية وتقولها فدوى لله قد شعرك سرح وراح اسوي لك ضفيرة تجنن. وهنا حمدية تتمنى انه مرت خالها تصير امها لان حنينة عليهم وعيشتهم ايام افتقدوها من لحظة وفاة امهم وبيبيتهم. هنا الخال يحكي ويا فريدة اللي تريد تروح لام حازم على مود تشوف نفسها حامل لو لا، ويقولها نظر علي اذا طلعتي حامل اذبح طلي. وهنا يبين ان خالهم وخالتهم يتمنون طفل يجيهم. وبعدها فريدة تبكي وحيدة بالغرفة، ويجيها الخال ويقولها ليش تبكين، وتقول له انا مو حامل. وام حازم تقول لازم رجلك يراجع طبيب، وانت دائما تقول لي اروح وما تروح. وهنا الخال يقرر يتركها وحدها ويروح. وتيجي حمدية وكريم وتقول لها ما يخالف احنا جهالك وانت احن وحده علينا. كريم هنا يقولها انت امي. وهنا فريدة تنهار بالبكي وتقول لهم يا ربي صار قد اتمنى احد يصيح لي امي، وتضمهم بكل حب وتبكي. ويوم ثاني فريدة تطلع وتقول للحمدية ديري بالك على اخوك، انا ما اتاخر وانت نظف البيت، واذا ضجتوا طلعوا قعدوا بالباب بس لا ترحون بعيد. وحمدية تقولها تمام ماما، بس اخاف يجي ابوي وياخذنا نروح وياه، لو نبقى ننتظركم لان اكيد ابوي مشتاق لنا. وهنا فريدة تتحسر اخاف صدق ابوهم ياخذهم، بس وراها تتاكد انه ابوهم مو شخص عنده وجدان وضمير ويجيهم. وهنا حمدية من بعد ما كملت اكل جاي تنظف البيت، ومبين حمدية من صغرها معدلة وخوش بنية وام بيت. هنا كريم يقولها شو وقت تخلصين على مود نطلع برا. وهنا حمدية تقول له كملت على مود نقدر نطلع برا، على مود من تجي امنا تشوف البيت نظيف، على مود تبقى تحبنا وتبقينا يمها وما نروح يم سندس. وهنا كريم وحمدية طلعوا بالباب يتونسون، وكريم قال اريد اروح العب وياهم، وحمدية تمنعه وتقول له ما يصير، امي قالت بس نقعد هنا. وبعدها اجت فريدة وشافت النظافة والترتيب والاناقة وتقولها عاش تيدك بنيتي النظيفة، تعالوا جبت لكم بقلاوة واكل. هنا بدت حمدية تسأل فريدة انت من وين تجيبين الاكل، شو ترحين الجدر فارغ وترجعين الجدر مليان؟ ترد عليها فريدة تقولها اروح اشتغل والناس ينطوني. وحميدة تقول لها شنو تشتغلين؟ وفريدة بكل حب تقول لها اشتغل دكتورة، يعني ليش اشتغل انظف بالبيوت والناس تنطيني الاكل. وهنا حمدية
تريد تشتغل وياها وتقول لها اخذيني انظف وياك، وفريدة ترفض الفكرة وتقول لهم انا يوميا انتظر خالكم، بس اليوم راح اعوف رجلي واتغدى وياكم لان جهالي اهم. حبيت مرت خالهم يا جماعة، وين كنت اباوع بوجه سندس اللي تسد النفس، وهنا قعدوا الحبايب شلون قعدة بسيطة بس متروسة حنية، تذكرنا بايام قبل بايام الحنية والعصرونيات وياهن. وهنا حمدية تاكل البقلاوة كلها وفريدة تقول لها على كيفك بقي خالك شوية، وهنا قامت حمدية تغسل صحون والمواعين. حمدية طايرة من الفرحة يا جماعة. حلقة اليوم كلها طاقة وإيجابية، وين كنا بأول حلقتين فتنا بكآبة من وراء زوجة الأب سندس، وهنا كبرت حمدية وبدت قصتها المجهولة اللي راح نتعرف عليها. هنا الخال يقول الكريم أريدك تصير دكتور، ما أقبل بغير دكتور. هنا فريدة تقول لخالهم أنا ما مرتاحة بالفترة السابقة، أنت بالدوام وكريم بالمدرسة وأني أروح ركض حتى أخلص الشغل بسرعة، وما مرتاحة حمدية تظل وحدها بالبيت. يرد خالها ويقول لها يا معودة الدنيا أمان. هنا فريدة تقترح عليه إنه تاخذ حمدية وياها للشغل، هم تساعدها وهم عينها عليها وهم تستفاد كم فلس وهم تساعدهم بالبيت شوي. الخال يرد ويقول لها سوي اللي تشوفينه زين، وتقول له من باكر راح اخذ حمامة وياي للشغل. هنا تنصح حمدية وتقول لها لا تاخذين شيء من البيت على مود ما ننطرد وينقطع رزقنا. وهنا حمدية وفريدة رايحين للشغل. وصلت حمدية وفريدة البيت الشغل وتصيح الحمودي تقول له صيح لي امك، وحمودي يروح ويرجع ويقول لها ام اليوم ما تريدي تعاي باكر، وتقول له تمام باكر اجيكم وتخليه وتروح. وهنا تقرر فريدة تروح تشوف بيت ام طيبة. وهنا وصلت فريدة وحميدة البيت ام طيبة، وام طيبة قالت هم زين جيتي اليوم عندنا هواي شغل، وهاي منو الحلوة اللي وياك؟ وفريدة تقول لها هاي بنتي حمدية واليوم جبتها وياي تعاونني بالشغل. وهنا بدت حمدية تشتغل وتشوف بيت ام طيبة بيتهم كبير وبيه حديقة وتتمنى لو عندها بيت نفسه. وهنا حمدية تنتقل من بيت البيت والناس ظلت تعرفه وترحم بحالها وتعرف الشغل واندلت كل البيوت. وبعد ما تعلمت حمدية الشغل تدز حمدية وحدها للشغل إذا صار عندها شغل بغير بيت. وهنا حمدية أي فلوس تحصله من الشغل تخليه بيت فريدة. فريدة هنا تعاني من رجلها وتقولها رجلي تأذيني، شوفي أنا حخليش ترحين البيت أم سعدي، روحي كملي شغلها. شوفي بنيتي أنت بنية كبرتي وصرتي حلوة وعليك العين، وأم سعدي عندها ولد شاب، لذلك لما ترحين البيت أم سعدي حاولي تحافظين على نفسك وما تفوتين غرفة بدون ما أم سعدي قايلت لك عليها. وهنا حمدية ما خلت شيء ما أكلته بالصينية، وفريدة تقول لها يلا يا عيني ما مسحتيها للصينية، وتقوم حمدية وتروح. فريدة تقولها ديري بالك من الدرب، وحمدية تقول لها لا تخافين ترى بنتك آفة. طلعت حمدية متونسة وتتمشى والفرح يطلع من عيونها. وصلت حمدية ودقت الباب، وهنا بدت قصة العشق اللي سوى ضجة بكل التواصل الاجتماعي. وهنا فاتت حمدية وأم سعدي هنا تعرف حمدية على البيت، وبعدها حمدية تغسل الملابس وتقول بينها وبين نفسها خلي أغسل الملابس وأنظفن كله زين على مود أم سعدي تشوف غسلي وتمدحني قدام الولد. وهنا يجي الشفية ويباوع لها ويقولها اكو بنطلون ازرق في فلوس ما شفتي ما طلعتيهن؟ حمدية تقول لا ما شفت شيء وانا اشوف الجيوب قبل لا اغسلهن، ويقولها لا تخافين انا ما ابوقك انطيني اشوف البنطلون، بنظري انا اشوف دم الولد كلش ثقيل وما ينبلع. وهنا يقولها صدق ماكو فلوس. طلع ترد عليه حمدية تقول له والله ماكو فلوس مو انا اللي بقيت، وينزل لها ويقول لها انا مصدقك لا تخافين مني. وكانت حركاته مستفزة، بس حمدية بعد ما كانت متونسة ضوجها بحركات. فريدة صافنة ويجي الخال يفززها وتقول له خوفتني شبيك. ورا شوية تقول له تشرب شاي وليش اليوم راجع من الشغل من وقت؟ يقولها اصلا ماكو شغل اليوم. ويسألها عن حمدية وتقول له دزيتها البيت ام سعدي. يرد عليها دزيتها حمدية وحدها وهي صغيرة شلون تدزيها وحدها؟ ما تخافين تضيع لو يصير بيها شيء؟ ترد عليها فريدة وتقول له قول يا الله عمري 14 سنة وامي تدزني اخدم بالبيوت. بعدين حمدية تفتهم لا تخاف عليه. وهنا حمدية اثناء ما تغسل المواعين تقول جد حلوة مواعينهم حتى فطر ما بيهن، يا ريت لو عندي فلوس واشتري منها المواعين وافرح امي فريدة وحتى خال كريم كان فرحة ومن ياكلون بيهن لان تفتح النفس.
بس. وهنا إجاها الشفية من جديد ويقولها جوعانة وتريد بلا، ويقول لها تغديتي وتقول له هم لا، بس أمك اللي هي خالة أم سعدي قالت راح تنطيني غدا قبل لا أروح. يرد عليها ويقول لها زين أنا راح أروح للمحل، تردين أجيب لي شيء حلو مثلك يا حلو. وهنا أنا حمدية تأثرت بالكلمات اللي كل بنية تتأثر بها، وخاصة إذا كانت فقدتها من الأم والأبو. وهنا تنتهي الحلقة الثالثة، وراح نشوف بداية القصة والأحداث اللي راح تبدي من الحلقة الرابعة.